حضرة صاحب المعالي الفريق محمد حيدر باشا وزير الدفاع الوطني، يشعر الشرق قاطبة والمصريون عامة وضباط الجيش خاصة بالعطف على قضية فلسطين وعلى كفاح العروبة من أجلها. إن الخطر الصهيوني يهدد الشرق الأوسط، وإذا استفحل أمره وقويت شكيمته فإنه سيهدد مصر بين سائر الأمم، وسيكون من الصعب القضاء عليه. ولذلك فإني أحس بالواجب الوطني يفرض علي أن أتطوع فورا لخدمة فلسطين. كان عبد العزيز هو أول من تطوع من ضباط الجيش، وهو ما أربك القيادة، فلا هي ردت طلبه بالرفض ولا سمحت له بالسفر. لابد من تحرير فلسطين، ده الشعارات العامة التي كانت فيها. طبعا كان وراها شارع ملتهب بأن كله في قضايا وطنية متفجرة خاصة بالاستقلال. فكل هذه العوامل وجدت في القضية الفلسطينية عوامل لطرح طموحات وطنية عالية جدا جدا، فلم يجد الملوك والرؤساء العرب في ذلك الحين يعني مفر من انهم يتماهوا مع هذه الطموحات الوطنية، رغم انها لم تكن تعبر عن ارائهم على وجه التحديد. الشارع المصري لا يزال يغلي، يزيده وقودا قوى الشعب من كافة التيارات. قبل أن ينفجر القدر بقليل يعلن عبد الرحمن عزام باشا أمين الجامعة العربية عن فتح باب التطوع مع تأييد غير معلن من القيادة السياسية التي وجدت في السماح للمتطوعين بالسفر 7 فوائد. ظني أن الحكومات العربية كانت بتجد ذلك فرصة أن يذهب هؤلاء المتطوعون إلى فلسطين فتكون لهم مصيدة لقتالهم والتخلص منهم. ده اللي كان ظن بعض الحكومات، لكن اللي حصل كان العكس. على وجه السرعة يستدعى أحمد عبد العزيز لمقابلة حيدر باشا وزير الدفاع الوطني. ثواب أم عقاب؟ لم يكن عبد العزيز يعرف أي نتيجة سيسفر عنها اللقاء المرتقب. انتهى الاجتماع في يوم وصفه عبد العزيز في مذكراته بأنه الأسعد في حياته، فقد عين قائدا عاما لكتيبة المتطوعين أو القوات خفيفة الحركة. كان التكليف الجديد حديث الأوساط العسكرية والسياسية في مصر، فقد كان البعض يعرف الرجل بينما تساءل آخرون عنه وعن تاريخه. ولد أحمد عبد العزيز في مدينة الخرطوم عام 1907 ليصبح الابن الثاني للأميرالاي محمد عبد العزيز الضابط بالجيش المصري والمنتدب وقتئذ في مهمة رسمية بالسودان، والمعروف دوما بمواقفه الجريئة ضد الاحتلال الإنجليزي.